جدا. الإسلام بالتالي كدين طبعا عالمي هو واسع جدا، ويمكن أن نتحدث عن إسلامات كثيرة جدا تبلورت ولا تزال أو يزال بعضها في طور التبلور، لكن في نهاية المطاف هناك الجوهر، هناك ما هو جامع مشترك بين كل هذه الإسلامات على اختلافها. نعم. هذا الجامع المشترك أعتقد أنه يجب أن يطلب وأن يقصد وأن يعمد إليه من كتاب الله تبارك وتعالى. وسأكون صريحا جدا حتى بعيدا عن السنة، لأن السنة ليس لها في جملتها، لا أقول في تفاريقها أو تفاصيلها، لكن في جملتها السنة ليس لها من الوثاقة الاعتمادية ما للقرآن العظيم. السنة فرقت الأمة وتعمل إلى الآن على تفريق الأمة. للشيعة سنتهم، للسنة سنتهم، للإباضية سنتهم، للزيدية سنتهم، لكل سنته. طبعا هناك أيضا جوامع مشتركة بين هذه السنن، لكن المفرقات هي التي تعمل سيف التفرقة وسيف التمزيق في جسد هذه الأمة في السنة. إذا عدنا للقرآن الكريم يمكن تماما تحديد الإسلام غائيا. لماذا الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ ما المقصود بالإسلام؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس كافة بشيرا ونذيرا. عالمية الإسلام عزيزي الدكتور يحيى لا تتحدد تاريخيا بمعنى التوسع الجغرافي الذي أصابه أو أصابته جيوش الفتح الإسلامية. أنا دائما أقول جنكيز خان مثلا أسس إمبراطورية من حيث المدى الجغرافي أعظم من الإمبراطورية الإسلامية. ليس معنى هذا أن الياسق شريعة جنكيز خان أو بربرية جنكيز خان هي أو الهمجية بالأحرى حتى نحترم المصطلحات هي المعيار الصحيح أو كانت صحيحة. مستحيل، ليس هذا. عالمية الإسلام تتحدد بماذا؟ تتحدد بطرح مكثف وواضح وبسيط إذا قدم للعالم لا يجد أحد من العالمين، طبعا بعيدا عن التحيزات الأيديولوجية والدينية، لا يجد نفسه مضطرا لأن يقول لا لهذا الطرح الإسلامي، بل سيقول نعم لهذا الطرح. ولذلك عالمية الإسلام ليس شيئا يفرض على الناس باسم الإسلام. هذا مهم جدا. المسلم يظن أن العالمية بهذا المعنى سيف يفتح ويخضع الناس، أبدا. وإنما إسلام إذا عرض كما هو قرآنيا على العالمين قبلوه. ولذلك عالمية الإسلام وخيرية هذه الأمة ليست دعاوى ومزاعم، وإنما شهادات يقر بها الآخر. الآخر إذا أعطاك شهادة أنك خير الموجود وخير المطروح، أنت بتكون فعلا في هذه اللحظة نجحت أن تصل إلى الإسلام كما أراده الله تبارك وتعالى. الآخر يبقى أن يقول هذا، يعني كنتم خير أمة أخرجت للناس. ليست قضية دعوة أنني من خير أمة، يجب على الآخر أن يقول أنتم خير الناس لنا، أنتم خير هذه البشرية. في هذا السياق دكتور عدنان عفوا، على طريقة الفلسفة أن الجواب يصبح إشكالا في الفلسفة، نعم. سواء الإنسانية أو الإسلامية. يعني كيف الإسلام الذي وحد الأمة وكان رمز عزتها يصبح أساسا في الإشكالات العامة التي أفضت إلى الدماء؟ يعني كيف تحول الإسلام من المدلول الإيجابي إلى مدلول سلبي على قاعدة الفهم الخاطئ لهذا الإسلام؟ يعني هل الإسلام صار مشكلة للعالم الإسلامي اليوم؟ مشكلة للمسلمين، أحسنت. نعم، هو مشكلة لأمته اليوم. يعني الأمة الآن تتقسم وتتذابح باسم الإسلام، باسم النصوص، باسم كلام الفقهاء، باسم العلماء، باسم الكتب الصفراء والحمراء. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع حقيقة. يعني حتى أكون أكثر تحديدا، يعني الآن مثلا الكل يتكلم عن داعش، اليوم يوم داعش كما يقال، ساعة داعش، الكل يتكلم عن داعش. أنا أقول دائما لإخواني في المجالس الخاصة، أقول لهم الوضع أكثر حرجة مما تظنون. كيف؟ أقول لهم مثلا داعش حين تأتي وتستبيح الأزيديين مثلا، فإنها تستند إلى موروث فقهي، إلى موروث فقهي. هذا الموروث الذي تجلى في قول بعض الأئمة لا يجوز عقد الذمة لغير الكتابي، فقط اليهودي والنصراني وألحق بهم المجوس بالتبع كما في الأحاديث. وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب، إذا لا سبيل أمامهم إلا الدخول في الإسلام أو السيف مثلا. هذا موروث فقهي ما لم يتعدل هذا. فداعش ترى لها مثلا ذريعة، داعش تستبيح مثلا الشيعة وتقول هؤلاء روافض وكفر ومرتدون. لماذا؟ في الموروث الإسلامي السني هناك فتاوى كثيرة تستبيح الشيعة وتكفرهم. إذا داعش لديها ما تستند إليه. داعش ترى أن الجهاد مهمة عدوانية، كل من هو غير مسلم يجب
أن نبدأه بالقتال لنخضعه لسلطة الإسلام، وبعد ذلك نأتي إلى مثل هذه الأحكام التفصيلية. فإن كان كتابيا عقدنا له الذمة وقبلنا الجزية وكففنا عنه، وإلا استبحناه بالسيف. هذا موروث فقهي إسلامي لا يزال إلى الآن يدرس في الجامعات. ما لم نصحح هذه الأشياء بجراءة. حقيقة دكتور يحيى يزعجني أنا من علمائنا حقيقة أنهم مجاملون. طبعا أتحدث عن المجموع ليس عن الكل، لكن إجمالا هكذا. هناك استثناءات مضيئة لكنها قليلة. العلماء مجاملون، العلماء غير جادين في وضع أصابعهم كما يقال على مكمن الداء، والقول هذا ظلام وهذا نور، هذا حق وهذا باطل، هذا غلط وهذا صحيح. يمجمجون دائما ويترددون ولا أدري. طبعا هناك العصبيات أعلم، هناك الطائفيات، هناك المذهبيات، هناك التوظيف السياسي للديني. هذا على فكرة أحد يعني مكامن داء هذه الأمة عبر التاريخ في السياق الأوروبي. في السياق الأوروبي لقرون طويلة إلى مطلع العصر الحديث كان الشأن الزمني كما يقول